السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لإخواني الكرام، ونتمنى تكونوا في صحة جيدة. بالنسبة للنهائي إن شاء الله اللي غيكون ما بين المنتخب المغربي المحلي والمنتخب الأردني. المنتخب الأردني تأهل على حساب المنتخب السعودي، والمنتخب المغربي تأهل على حساب الإمارات اللي انتصرنا عليهم 3-0. وكان من قبل جرينا 4 المباريات في التاريخ بيننا وبين الأردن. كان المنتخب المغربي فاز ب3 الانتصارات، وكاين فقط هناك تعادل واحد. وبالنسبة للمقابلة إن شاء الله غادي تجرى في يوم الخميس على الساعة 5 إن شاء الله. كونوا في الموعد لتشجيع المنتخب الوطني المغربي، وحنا كلنا ثقة في المجموعة المغربية وفي طريق السكيتيوي. وخا في بعض الأحيان في الدوزيام ميطا كيكون هناك في البداية ديال الدوزيام ميطا كيكون هناك تراجع في المستوى، ولكن مع التبديلات ومع ان شاء الله كيكونوا التبديلات ديما كيعطيو الاكل ديالهم، كما شفنا في التبديله في الدوزيام ميطا مع الامارات. غير دخل حمد الله والحمداوي واللاعب الثالث، فقام المقابلة تغيرت بالرمة ديالها، واستطعنا أن نسجلوا 2 الإصابات. فاش خرجنا بالنتيجة خرجنا من 3 الإصابات ل0، ودعوا مع هاد النخبة هذا إن شاء الله باش يحمروا لنا الوجه ديالنا ويفوزوا بالكاس ونسكتوا افواه اللي كيقول لك اتوا المغرب اتوا، بقاو ساكتين. هاد الاردن كلهم بداو اتوا المغرب اتوا. فان شاء الله المغرب غادي يكون عند حسن ظن المغاربه، وان شاء الله حنا كنظنوا فيهم خير، وان شاء الله سيعطيهم خير. والى اللقاء في فرصه قادمه، وخليت لكم السلام والامان والراحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.